شوف منتصر، فرنسا هي هكا. فاش المغرب حيد لها الكوطه العموميه ديال الاراضي وقطع مع العلاقات، دابا ولات كتبغي دير مقايضه مع المغرب على حساب الصحراء المغربيه. وفاش كان جا هنايا جوزيف بوريل كان قال له مباشره، قال له حنا يكفينا من الاعترافات القانونيه ديال ديك اتفاقيه الفلاحه فين في الصحراء المغربيه، وكيقولون بان هذا اعتراف بان الصحراء مغربيه. وفاش كيكون شي اعتراف واقعي كيحتاجهم يعني يكون موقف سياسي، كيقول لك حقا راه كاين مشاكل وخصنا نديروا واحد الجلسه في البرلمان الاوروبي ونخرجوا بشي حل. ومني كيديروا جلسه في البرلمان الاوروبي كيقول لك حقا كاينين مشاكل والملف في الامم المتحده ورانا نديروا عاوتاني اتفاقيه واحده اخرى ونديروا اعتراف ضمني واحد اخر. المغرب قال لهم بقى الاعتراف لا والو، غير هي لا تعترفش بهذه الصحراء، ولكن القرار ديال 6 اكتوبر حسام ملف الصحراء خاي منتصر. الحكم الانسب هو الحكم الذاتي تحت السياده الملكيه. تعترف فرنسا اصلا ما عندها ما تعترفش اصلا، دايره معنا اتفاقيه في الصحراء المغربيه ديال الصيد البحري هي واوروبا كامله. كاين اعتراف قانوني، اعتراف سياسي ماشي سوقنا. كاين الامم المتحده والحلف الشمال الاطلسي هو اللي كيعطي القرار تما، لا دخل فرنسا ولا شي دوله. فهمتي يا منتصر؟ فهمت. واصلا المغرب اصلا دابا فرنسا كتقلم تلعب لك ثروات الصحراء المغربيه بالاعترافات الضمنيه. المغرب سالها من الاعترافات الضمنيه. المغرب مابقاش كيدير اتفاقيات في الصحراء المغربيه. هذا عندك. هو اصلا المغرب محتاج اصلا يعني الاعترافات الدول، لان اصلا المغرب اصلا راه عايش في الصحراء ديالو. فهمتي؟ مثلا كنقولوا المغرب غير ماشي كيدير المغرب، الصواب. المغرب سياسي. الملك محمد السادس كان كيحتاج على حساب القنصليات، كانوا عنده قنصليات ديال افريقيا في الصحراء المغربيه، بغى اعترافات قانونيه من عند اوروبا. اوبا. قال لهم ان المنظور الذي سير المغرب به حلفائه هو على منظور الصحراء المغربيه. بقى كيدعيهم للاتفاقيات، طمعهم بالثروات الصيد البحري والفلاحه فين. اتفاقيات كلهم دارهم فاش كيقولوا له في الداخل وفي العيون. فهمتي؟ كل شيء اي واحد كيجيبو يسني. الانجليز فين سناها في واحد القريه ما نعرف حدا سندوف على ديك الطاقه الكهربائيه. سميت ديك قريه ياسر لا عرفتيها؟ حدا سندوف في الحدود ديال تندوف سناهم على كرسي فوق الصحراء. محبس. وفاش المحبس محبس. ماشي المحبس، كيقولوا لها واحد السميه، ماشي المحبس، كيقولوا لها واحد السميه بغات بير زاران. ال- بير زاران. المهم ما عرفتش ديك السميه بير زاران. في الحدود لاصقين في الحدود. وفاش كان بير زاران. وفاش كانت اسبانيا من بعد ديك مؤتمر مدريد كانت تكلمت من بعد المقترح ديال الحكم الذاتي يا ربي. كانت قالت هذا الانجليز كانت اكدت على نصر بوريطه، قلت له حنا دايرين اتفاقيه ديال الطاقه واللي غتزود 7 المليون ولا 12 مليون من الساكنه ديال الانجليز، وغتوفر لكم 7000 يد عامله. قالوا ندير معكم الاتفاقيه ولكنني في البلاصه المنطقه الفلانيه. فاش كانت الجزائر قالت لهم المغرب كيسرق لنا الشمس، عقلتوا عليا؟ ملي شافت مع الانجليز دخلت حتى تما قالوا المغرب كيسرق لنا الشمس. هذيك هي الاتفاقيه. يعني المغرب خرج بالاعترافات القانونيه وهما عاد بالهم ديما غيبقاو يدوخوا علينا بالاعتراف. جا هو قال لهم سالينا، قال بيدرو شونسيش قال له سالينا حنا من الاعترافات القانونيه. دابا حنا بغينا الواقعيه، ما تدخلنيش في البراغماتيه حق اعتراف ضمني. تهضر معايا نيشان واش الصحراء مغربيه ولا ماشي مغربيه. ما تقول لي لا مشاكل لا برلمان اوروبي. تعترف بالصحراء مغربيه اعتراف سياسي القانوني عندي، تعترف راك انت صادق، ما تبقى عليا مشاكل سيرك حز الخلا، ما بقيتش ندير علاقات. وقال الجوزيف بوريل فاش كان جا هنا للمغرب شنو قال لهم؟ قالوا حنا ما نديروش معكم اتفاقيات. قال له ولكن راه كاينه ملفات مازال عالقه بيننا وبينكم. قال له بحال الحدود ديال المغرب، المعابر الامنيه بين المغرب واسبانيا. قال له حنا راه حنا ديك الافارقه كنوكلوهم وكنقريوهم وما بقيناش حنا معبر. قال له راه حنا ولينا مستوطن. قال له راه ديك 130 مليون دولار اللي كتعطيونا سنويا قال له ما كافياناش. قال له تركيا كتعطيوها 3 المليار دولار
راه خصكم تعطيونا 3 المليار دولار. المغرب ولا كيلعب معاهم اللعب الكبير الكبار، قال له العلاقات ما بقاتش اتفاقيات، عندي الدول اللي عندي معهم اتفاقيات. هو الحين في ديك الانجلوكسوني انجلو ساكسوني. الانجلو ساكسوني اللي فيه الامريكان والانجليز ناطق بالانجليزي. واسرائيل والمانيا، الناس اللي عندهم الفلوس، الشكاره والصين وتركيا. جايب لينا فرنسا وجايب لي يمكن ما فيش الصبليون المانيا. غاشفارين، قال لك حقا يجي. تعرف شاش تدي من فرنسا بالله عليك، شاش تدي منها. هو اصلا المغرب اصلا في موقع كمان قوة. أنا بندي فرنسا من هنايا 8 سنوات هذا يكون نهاية دارها. قريب ديالها هو الجزائريين راهم مسطين اصاحبي. واش دابا فرنسا كيمشيو كيبقاو يقول لك حقا جات فرنسا مشات. المغرب راه ما بغاش الزياره د ماكرون، كانت غتكون في السا في شهر 1، قال لهم ما كاين لا زياره لا والو، ولغات هذاك الزياره وجا هذاك جوزيف بوريل وبصيفته هو رئيس البرلمان الاوروبي ورئيس الاتحاد الاوروبي، قال له هز قلوعك، قال له ثاني حاجه بقات لك غا شهرين في عمرك وغترجع لجوزيف بوريل د اسبانيا. تالا غنديروا شي حاجه غنديروها مع اسبانيا، نتوما ما كنعرفكش شي فرنسا ما بقيتش نعرفك، وهاد شهرين ديالك غا عاديني. هي فاش بقات كتعامل المغرب ها القضاء هكذا ما لقات فاش تشد. دابا كتقلب على جميع الطرق والوسائل باش تولي دير علاقات مع المغرب، بحيث غتمشي لها من يديها رئاسه الاتحاد الافريقي ادوز لاسبانيا. وشكون اللي سوق لك انت يا فرنسا؟ صح. لان المغرب اصلا ما محتاجاش، لان المغرب عنده بدائل يعني بزاف، منها الشركاء الاقتصاديين والسياسيين اللي بحال اسبانيا او امريكان، فهمتي يعني اصلا ما يحتاجاش. واصلا فرنسا بالنسبه لي انا يعني هي بلاد يعني شنو نقول لك جبانه من ناحيه السياسه ديالها، يعني الوقت لانها ما كتقدرش تواجه المغرب يعني بطريقه مباشره كتدفع الجزائر. السياسه فرنسا شي فرنسا جلوبال. فرنسا هي الدولة، هي أوروبا سياسيا. الشيء فرنسا ملي كنتكلموا على أوروبا سياسيا هي فرنسا، فاش كنتكلموا اقتصاديا هي ألمانيا. أوروبا كاملة. ألمانيا اقتصاديا، سياسيا هي فرنسا. اللي كيلعب أوروبا الاقتصاد ديالها ألمانيا، واللي كيلعب بالسياسة هي فرنسا. اللي قالتها فرنسا سياسيا كيمشيو معاها. ألمانيا منين يكون شي دعم أوروبي عرف ألمانيا. دابا أوكرانيا شكون اللي كيدعمها؟ ألمانيا. كاينه، ولكن الامم المتحده ما كينزلش بالعقوبات على روسيا وكينزل حتى على المانيا، ولكن المانيا قوه اقتصاديه كتقول لهم ندعم ونخلص، ولكن هذه روسيا خصها توقف. ولكن ما كتشوفش يعني مؤخرا بان اسمح لي ما كتشوفش مؤخرا بان فرنسا يعني بدات كتفقد هذيك الهيبه ديالها، سواء داخل افريقيا ولا داخل اوروبا. مثلا غير في افريقيا ما بقاش متحكمه في استثمارات بزاف اللي بسبب ديالها. لا ما تقدر. شوف انا نقول لك فوقاش فرنسا غادي تنهزم كاع في خطره. فرنسا عندها حق نقد الفيتو باسم في افريقيا، عارف هذه ولا لا؟ كاينه هكاك. دابا الامريكان باغي تحيد لهذيك حق نقد الفيتو من لفرنسا وتعطيه للمغرب. كنتكلم عليه بايدن، هذه الحرب اللي باغي يدير مقعد في الامم المتحده للمغرب. دابا المغرب هو وفرنسا في صراع على هذا نقد الفيتو. الا مشات شد المغرب حق نقد الفيتو فرنسا مشات، ما عاد تبقى تدي من المغرب حتى ولا من افريقيا، حتى الجزائر المغرب غتولي تلعب بها. تولي تعطي لفرنسا شي حاجه تولي تحاسبها على الكبيره وعلى الصغيره. تنزل شي عقوبات اوروبيه على الجزائر المغرب يدينها، حيت ولا غيولي يتحكم. ما غنديرش حق نقد الفيتو، ولا بغيتي ندير حق نقد الفيتو اري لي الاتفاقيه، عطيني الثروات، ديري الاتفاقيه، الاعترافات تبقى تبرك عليها، غيبقى يبرك عليها. الجزائر هادشي علاش كتحارب هي وفرنسا المغرب، خايفه الجزائر يمشي لها. كلامك صحيح. دابا هادشي علاش فرنسا كتحاول تضغط على المغرب، يعني عن طريق الجزائر، فهمتي يعني هي اصلا ما كتقدرش تواجه المغرب مباشره، كتدفع الجزائر باش لان ما كتكلفها والو. هي كتبقى اللور كتدفع يعني الجزائر كتحارب المغرب، والجزائر في الاخر هي اللي خاسره. المغرب اصلا راه في الصحراء ديالو، والجزائر مسكينه كتضيع يعني الشعب ديالها. هذا اللي كان. تفضل اخويا منتصر، اسمح لي قطعت. لا عبدي انا نقول بعد تبقى وقضيه
فرنسا هي المغرب أما دادال عبارة عن دوار بيناتهم موريكا ما أجمع فرنسا هذه الأولى. أنا كما تشوف دفع بالمغرب بمادريدا ونيمون وكذا لماذا المغرب دا سافرت برا يس بأيد فرنسا ودفع الحمد لله ويا أن بونوك بمغرب ذاتي أفريقيا دفع ولنا ذاتي أمتي بمياه من توك أفريقيا وذلك فرنسا دفع ولا ذاتي بمياه بمغرب كانوا ماني ولا ذاتي إذا فرنسا باي باي باي. صح. فهمت شنو بغا يقول؟ اللي فهمت انا ان منتصر قال بان العدو المباشر ديال المغرب هو فرنسا ماشي الجزائر، يعني الجزائر كتعتبر غير بيض. وراه اصلا الجزائر راها فرنسا. انا نوريكم واحد القضيه باش صح، تعرفوا هي واحد. باش تفهموا الجزائر كيفاش دايره. اي دوله اللي هي دوله على مر التاريخ عندها مشاكل حدوديه. انا نقول اسبانيا عندها مشاكل حدوديه مع المغرب، عندها مشاكل حدوديه مع الانجليز عندها مشاكل ديال المعابر كانت مع تركيا كانت دولة كانت الانجليز هي اللي مغلغله لها في ديك المعبر ديال اللي كانت ديك المرة كانت وقفات واحد السفينة ما نعرف ديال الحمولة كتحمل شي حاجة كانت وقفتها تركيا. مشاكل كاينة مع ايران مع الانجليز مع يعني الدول اللي هما دول على التاريخ عندهم مشاكل حدودية. دابا الجزائر فاش كانت الدولة العثمانية في شمال افريقيا مع من كان عندها المشاكل كانت تكون مشاكل حدودية كانت تكون مع اسبانيا. الجزائر تكون عندها مشاكل مع اسبانيا. علاش؟ حيت جزيرة كابريرا وإيبيزا كانت ضامة هاد الدولة العثمانية بها بالمياه الإقليمية للجزائر. جات فرنسا شوف الدول الإمبريالية كيفاش داروا. فرنسا بقات كدخلوا بداو كيستعمروا. شنو دارت؟ المشاكل اللي كانت غادي تبقى لها في الدولة الوظيفية ديالها مع إسبانيا تنازلت لها على ديك جزيرة كابريرا وإيبيزا. فهمتي؟ شنو دارت؟ دخلت كتوسع في الأراضي ديال الدول الأخرى المغرب ومالي وليبيا فهمتي وتونس بقات كتوسع. يعني الجزائر هي الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مشاكل حدودية مع شي دولة أوروبية وما عندهاش مشاكل مع أوروبا. عندها مشاكل مع الدول العربية. هنا الجزائر الدولة الفرنسية. يعني احنا ما عندناش مشاكل مع الجزائر، عندنا المشاكل مع حدود موروثة عن من؟ عن مستعمر فرنسي. مشاكل عندنا حدودية عن من؟ عن حدود موروثة عن مستعمر. مشاكل حدودية بين تونس وبين الجزائر عن من؟ عن حدود موروثة عن المستعمر الفرنسي. مالي مشاكل حدودية مع تونس عن موروث من المستعمر الفرنسي. فهمتي؟ ليبيا عن موروث مستعمر فرنسي. يعني هنايا الجزائر اش كتبان لكم؟ دولة فرنسية ما عندهاش. شوف الحدود اللي عندها حق ديالها كانت في عهد الدولة العثمانية. كابريرا وإيبيزا تخلت عليهم فرنسا لإسبانيا. واش الجزائر تخلت على ذاك الحدود؟ لا. الجزائر جات لقات ما كاين لا حدود لا والو. ما كانتش فرنسا في العثمانيين وكانت ديك الاراضي تابعه. وفي كانوا خلصوا الميريكان الحمره البعره باش كيقول لك كانوا حق الميريكان تخلص من الجزيره. في كانت تخلص الميريكان ماشي في المعابر بين جزيره كابريرا وإيبيزا وديك المدن اللي سميت هذيك المدينه اللي تابعين لديك الحاكم ديالها. تما كانت تخلص لكم العثمانيين. تما خلصوا العثمانيين الميريكانيين للعثمانيين الجزيره. جات فرنسا حيدت المشاكل حيت شوف اوروبا بداو كيصفيو. دخل الفاتيكان بدا كيقلب على الحلول السلميه. ما كانش الامم المتحده ديك الساعات في القرن 17 القرن 18 ما كانش هاد الامم المتحده. كان الفاتيكان هو اللي كيحل المشاكل.
اما الامم المتحده راه سال 1945 بعد الحرب العالميه الثانيه عاد جا داروا هاد الامم المتحده، داروا اش كيقولوا لهم، هذه اللي كينهضروا بها دابا، الأمم المتحدة، مجلس الأمن. مجلس الامن، عاد داروه. دابا شوف شنو دارت اوروبا، بداو كيديروا حلول سلميه بيناتهم. تخيل بان بين المانيا والدوله اللي في جنبها حدود، شنو دايرين؟ غا خط هكا كتصطم هنا، ها في دوله كتصطم هنا، انت في دوله، يعني كيديروا حلول سلميه من بعد الاحداث الدمويه اللي كانت جاريه بيناتهم. لذلك اتفقوا الاوروبيين وداروا الاتحاد الاوروبي، وشنو قالوا؟ نهبطوا لشمال افريقيا، نهبوا. دخلت ايطاليا لليبيا، دخلت فرنسا للمغرب والجزائر، ودخلت لتونس وليبيا، وبقات غير شنو هما الدول اللي كانوا دول ما غتقدرش تجلس فيهم فرنسا، شنو أسست الجزائر وبقات كتضم ليها. وعندنا مشاكل حدوديه مع الدوله الوظيفيه الفرنسيه، تحدى الجزائر تكلم على سبته ومليليه، ودابا حيث المشكلة متنازل كامل عليهم حتى فرنسا. حتى فرنسا الجزائر ما صاحبة دخلاتش فيها. القرار، هي اللي تطالب وهي اللي تنازل. نعم. اسمح لي، بغيت نقول لك يعني فرنسا ما دارش حتى مجهود باش تدخل الجزائر اصلا، لان الجزائر اصلا كانت تابعه للعثمانيين، والعثمانيين بسبب الديون اللي كانت عليهم سلموها لفرنسا. باعوا شراوها عليهم. فهمتي؟ يعني اصلا هذيك الارض شنو كان اللي جا كياخذها كيسلمها الاخر، كيعيا منها كيسلمها الاخر. يعني اصلا ما استقلوش من عند العثمانيين، لان العثمانيين اصلا سلموها لفرنسا بسبب الديون. والعثمانيين اصلا يعني سيناو ضد كابريرا وايبيزا، ماشي سبته ومليليه رشيد، كابريرا وايبيزا. كابريرو. يعني اصلا ماشي العثمانيين دوخني الناس راه عرفتي فاش بقات تسرد احداث تاريخيه وجزر ومناطق. راه منين نتكلم لك على الجزائر ما تخلاتش، صافي واخا نقول انا سبته ومليليه، انت خصك تفهمها الطائره كابريرا وايبيزا. نعم. تكلم اخويا جلوبال، اسمح لي، الكلمه ديالك. قلت لك يعني اصلا هما العثمانيين اصلا يعني سيناو ضد استقلال الجزائر. هما في الاخر يعني مني بات لهم القضيه اصلا ما رابحين والو، عطاوها لفرنسا، وفرنسا ما دارش حتى مجهود باش اصلا تدخل الجزائر في البدايه. يعني كما قال يمكن شنايدر قال يعني لما دخلت المغرب رايت امه، ولما يعني دخلت الجزائر كانت بس يعني اش كيقولوا تراب. يعني اصلا لا ماشي شنايدر، ماشي شنايدر حنا ما عمرو شاف في المغرب. ليوطي اسمح لي، ليوطي. شنايدر كان في القرن 18 في 1830، الخلق كان ديالو في الجزائر 1789، وكان في القرن 1830 في شمال افريقيا. ما كانش ديك الساعه حنا ما كانش عندنا لا حمايه لا حاجه. ليوطي هو اللي قالها ماشي شنايدر. دابا انا الفكره اللي بعض المرات كتجيني كنقول زعما هاد الحدود اللي موروثه على الاستعمار، كنا ناضوا هاد الدول كامله، يعني مثلا المغرب، تونس، مالي، النيجر، ويطالبوا يعني بالحدود ديالهم. يعني كيفاش غادي يكون الوضع ديال الجزائر، كيفاش غتولي يعني جغرافيا، يعني من الموقع الجغرافي ديالها دابا، من بعد الموقع الجغرافي فهمتيني غادي تقزم. وفرنسا اصلا حتى ونقول لك واحد القضيه، اسمع سير اخويا. واش عاد بالك المغرب غير كاك المغرب خلى الجزائر في المناطق الشرقيه؟ واش بالله عليك دابا هاد الدول اللي كنهضروا بهم نبقاو نهضروها موريتانيا، ها ليبيا، ولا نهضروها تونس، واش بالله عليك عندهم شي اصل؟ عندهم شي نفس؟ رجال وراهم غير خونه. راه المغرب ما خلى داك الشيء، حتى كان الاتحاد الافريقي وقالوا باننا نؤمن بان الحدود الموروثه عن المستعمر الفرنسي جزء لا يتجزا بلا، تخلاو على رزقهم وعلى رزق المغرب. واش المغرب غيحارب الاتحاد الافريقي بوحده؟ المغرب غيحارب فرنسا بوحده؟ المغرب راه صاحبي، راه شوف، المغرب هو الدوله الوحيده اللي فيه الشرفاء. تونس، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، هادو كلهم شي راه غير كنبقى باش انا ما كنحملهمش يجي يقول لي موريتاني، سير لا تهضر ليش على بلاد. التاريخ امكم مليء بالخيانات، مليء بالخيانات.
هذاك المختار ولد رئيس موريتانيا، المؤتمر الاسلامي اللي دار المغرب من اجل محرقه القدس ما بغاش يشارك فيه حتى يتنازل الحسن الثاني على الحدود ديال موريتانيا. ويجي يبقاو يهضروا لنا ويقول لك حقا، وهذا شكرا خويا عبدو، بقى يقول لك حقا شنو حنا اش تهضر معايا مالي الخيانات. دابا المغرب كون المشكل كنلقى في جنبو الرجال والله فرنسا لدات شي مصيبه من هنا. المغرب كنلقى الشيء، كنلقى المغرب معاه تونس وكنلقى معاه ليبيا والجزائر وموريتانيا رجال، والله حتى يسبق على الطليان وعلى فرنسا وعلى الانجليز وعلى اسبانيا من شمال افريقيا. والله لا ديتي بصلام هنا، والله المغرب يتيبقى يهدد الى الميريكان براسها، ولكن المغرب ما لقاش الرجال، ودابا بقى غير خويا الشمايس كمان كيحفروا له كينخصوا له. بصح كلامك صحيح. دابا خويا كامل، حنا بسبب هاد الخيانه، بسبب هاد الخيانه وبسبب يعني كرم المغاربه، يعني المغرب ادى الثمن كبير. يعني سبتهم ليليا، يعني هي كانت بحال الطاكس اللي ادى المغرب اللي اداه المغرب اسباب تخلي المسلمين على الاندلس. في الاخر المغرب ولي صدق يعني محتل. سبتهم ليليا حد الان يعني مازال مستعمره. زائد بشار، يعني المناطق المغربيه اللي في الاخر خدتها الجزائر. يعني هذه حتى هي بسبب خيانه الجزائريين المغرب في الاخر يعني مشات له الحدود ديالو. قالك مالي ضعيفة وليبيا راه مشتة وتونس راه مسلمة بسبب وزاد خيانه. ركعها قيس. اسمع اخويا الدكالي باش تعرف واحد المسألة، المغرب بلا هادشي كامل غيتوحدوا معاه. فراسك بأن ليبيا قادرة تغطي الصوماج ديال الشعب ديال شمال افريقيا كامل. غير ليبيا تخرج كل مواطن مغربي وجزائري 150 مليون نسمة، المواطن يخدم ولا لا يخدمش يبقى يمشي يشد 4000 درهم 5000 درهم في الشهر، يشدها من البنك تغطيها توفرها ليبيا. الاقتصاد ليبيا راه الاقتصاد ديالها قوي. راه عرفتي راه الشعب الليبي راه عايش الرفاهيه. شوف من بعد هاد الحرب وهاد الانقلاب وهاد الروينه اللي نايضه، شحال كيدير عندهم الدينار الليبي دابا؟ كيدير عندهم 4 دراهم، كان كيدير 12 درهم. 12 درهم كان كيدير. ليبيا بوحدها توفر هاد الشيء هذا، توفر الصوماج للشعب المغربي كامل. المغرب والجزائر الفلاحة ما يتبقاش حتى شي واحد في افريقيا. هادي راه لا توحدوا هاد الخمسه الدول راه 150 مليون نسمه. احسن معابر عندهم، احسن موقع استراتيجي، غيولي عندهم ثاني اقوى جيش في العالم. من اقتصاد بعد من متنوع. من بعد الصين، ماشي من بعد الميريكان، من بعد الصين، حيت الصين عندها الجيش ديالها فيه 400 مليون. غيولي الجيش المغربي ديال هاد الدول هو ثاني اقوى جيش في العالم. غيولي مفوق على الميريكان عندها 5 المليون، غيولي عندنا حنا اكثر، عندنا حنايا 9 المليون. روسيا ما عندهاش 9 المليون. اقوى اقتصاد هو شمال افريقيا، الثروات التقليديه والثروات الطاقه التقليديه والطاقه المتجدده والثروات الفوسفات، الذهب، النقره، الحديد، المعادن النادره، مجموعه ديال الثروات. والمعابر ديالنا، الرابط بين افريقيا، راه عرفتي المغرب شحال يوليو صايقين معاهم. 52 دولة إفريقية، راه كتولي كتهضر مع قارة الإفريقية. غتولي تدخل معاك مصر وتدخل معاك جنوب إفريقيا وغيتوحدوا الكلمة ديالهم، والله ما كاين اللي قد يحركها. غتوقف حداك إيران، غتوقف حداك روسيا، والله ما تقد. فرنسا ما وكنوليو قوة. ولكن الجزائر بنت الحرام هاد الخونه هادو هما اللي دايرين هاد الشيء ومهرسين هاد القوه. بوتين كان قال لهم اقوى حلف في العالم، قال لهم واللي ما تقدر توقف حداه لا الامريكان لا روسيا لا الصين. قال لهم هو التحالف المغاربي، قال لهم التحالف المغاربي الكبير، 5 دول اذا اتحدوا قال لهم ما نبقاوش حنا نبانو حداهم. وجاي هذا تبون قال لك باغي يدير اصاحبي هاد الناس وحق الله اصاحبي كغا خلاهم المحمد الخامس فرنسا تمت تقب في دين امهم، وكغا خلاهم الحسن الثاني يعبد امهم ما شداهم لشي. وانت بحال شي زومبي ديالي ما هم شادين عليهم في شي قفز، وتلقتي عمرو شاف البنان، عمرو شاف بنادم، راه ما كانش كيعيش الحريه. وراه شوف
شي واحد يكون مكارفس ولبسو وجدو هذا، ومنين يحس براسو يبقى يقول لك مالك. هما منين فاقوا عيوج. اكزاكتومون الله. هو غير عبد عمرو عرف الخير، باش هو كينكر لك الخير ديالك، كيقول لك ما قاومتينيش، بحيث دوز العبوديه. العبد عمرو شاف الجزائري ما كيعرفش تقول له الخير ديالي، يقول لك ما كنعرفش الخير، ما كيعرفوش، يقول ما لك كيعرفش الخير. والو، ما درتو لنا والو. نتوما هما اللي خدعتونا. يقول لك انا خويا كمال كنت هذه شحال كنت قاو نديرهم الله. ولكن شوف انا نقول لكم حاجه، الحسن الثاني هو اللي كيفاش يعني الله يرحمه قال لهم منين سالوا بالاستقلال وشدوا ذاك الاستفتاء شنو قال لهم؟ قال لهم بقاو كيقولوا تعرفوا بس، قال لهم لا اريد لاي احد بمغرب ان يعترف بمغربيه الصحراء، ولكن نريد للعالم ان يعرف مع من حشرنا الله في الجوار. حبشرهم هنا حدايا، بغيتكم يسعرفوا هاد القوم شكون هما على حقيقتهم. احنا دابا حنا عاد بدينا نعرفوهم. هذه الجملة المفضلة ديال ياسر. لا بو جوهره كضحك. والله الا هي حمدنا راني بعدك كنسمعكم، كيبان كنت في مراد الكوزينه طه. كنسمعك السي كمال، كنت في الكوزينه جاني الجوع، مشيت جبت شي حاجه ناكلها، راه مع دابا السهير معاكم صافي. انا اللي صار معك، ما عرفتش شحال عندنا السعادة بالخمسة. قبيله واحد داير راسو مغربي وقال لي وطلعني بزعما جزائري، عاد بالو في راسي القرون هكا، ودير ديك الجزائر ديك البوليزاريو دير راسو مغربي، وانا غير من الديبار قلعتو. قال لي قول له الفونود بين الاتفاقيه ديال الهواري بومديان وولد دادا داخل لي. قلت له واش من علاقه؟ قلت له بالمومديان والدادا، قلت له بالصحراء، الصحراء ديالنا اش من قلت له اتفاقيه؟ يجي دابا بومديان من الجزائر يدير اتفاقيه في الصحراء مغربيه، واش مسطي؟ بقى كيترنن عليا. قلت له نسى بوليزاريو فاش اعترف قال لي ديك الجزائري اشوف السي كمال ناقش معاه. قلت له شنو ناقش معاه؟ قال لي قلت له لا ناقش معاه انت اللي راه في يدو عندك باش انا اللي ناقش معاه. قلت له ناقش لك شي فين ندخل انا ما كناقش. قلت له مع الطوباس راه في يدو ناقش معاه. قال لي ما تيجيش. قلت له اش نهضر انا مع هذا راسو فيه كيلو ضرب له وتمسطي صندال سوبر عارفين ناسيها، وباغي يهضر معايا. دابا بوليزاريو باغي يهضر مع مغربي، يعني دابا هو انت راه تمدير كنبان لهم له انا ما بحال عرفتش الشيعية، كيفاش كنبان. حتى انت مدير لهم بحال الشيعية غير كيشوفوك انا كيطيح. كان شوف هو انا ما كنعطيهمش قيمه. شي بوليزاريو غير يمسح فيه رجليك كيبقى يتلصق فيك، يتلصق فيك. ولكن الا جيتي وبقيتي تهضر معاه وتقول له السي ولا هذا غيطلع لك فوق راسك، بحيث هو ديجا شنو هو بحال شي حيوان في ما حركوه كيزيد بتيلي كوموند، ما عنده رأي، ما عنده. وإلا مشى تغلط يقبضوا يماه يدوزوه لذاك الحبس، يدوزوا عليه المرنين. شنو نعطيك في قيمة انت بعد؟ رئيسو مشى داك كول شنو داك الدولة فقيرة هنا في جمال افريقيا، سبقت عليه قالت له خرج برا، خارج بواحد التحندير هذاك الغلو ديال خارج الاخرين في يدك يدفعوا خرج برا. قال لك رئيس وين الرئيس ريال جوج والله لا عالم. والجزائريين كيقول لك ناقش وخليه هو يناقش بسميتو. ما عندهم ما يقول اخويا كمان، بس ملي كيحصلوا يقول لك سبتهم ليليا، يقول لك نتوما راكم مستعمرين سبتهم ليليا، باعوها بيكالا. هادشي اللي عندهم هما، فهمت؟ عندهم غير داكشي السطحي، ما يبغيش وسبتهم ليليا. اصلا بيكالا راه القرن 18 عاد تصنعت. سبتهم ليليا راه 1800 1400 ايام الاندلس. 76 راها مستعمر. 1415 سبتهم ليليا تستعمرات، و 1400 صنعات في 1885. والله. واش يقول لك هو البيكالا. وراه مبردعين. واش وبغينا غير هذا العقد ديال البيع والشراء بعام تم. شكون هذا السلطان وشكون هذا الشاري؟ شكون هذا الملك ديال اسبانيا اللي داير عقد؟ وبغينا حتى الشارع. قلنا العقد البيع والشراء. ولا اللي كيقتلني كيقول لك مولاي عبد الحفيظ وفين تحكم بعدا مولاي عبد الحفيظ. مولاي عبد الحفيظ راه حتى 1912 ولا هذا وراه مسطين وراه. وهذا شوفي كيمشي اش كيخرمزوا هذا 1800 1400 1400 راه كانوا مازالين السعديين
باوي 1400 راه مازالين السعديين، مازال قبل الحكم د العلويين. واش كنقول لك. ايوا لا دابا اخويا اكرهولي اش غيهضر سي جوهره، واش ما كيعرفش هذاك، راه ما يعرفش حتى شنو تغدى البارح. هما يقطعوا لي اسم التاريخ بعدا. شوف شي التاريخ والجغرافيا، انا يجي شي واحد بالجزائر يقول لي انا استاذ ديال التاريخ، نبقى نضحك. يقول لي استاذ الجغرافيا، نبدا نضحك. نقول له شنو كيحد المغرب من جهه الغرب؟ يقول لك الصحراء الغربيه. واش من جغرافيه هذه؟ والله العظيم شمن جغرافيا هذه اللي خريتي نتايا كيحد دابا راه 5 دول خرمزهم، وتا المحيط خرمزهم حتى الميريكان خرمزها في الجغرافيه ديالو. علاش؟ نعم. السلام عليكم مازال في اللون بعدا على الجميع. الزوله خي وتسمع كمال الزول ياسير لاله جوهره. بيواني. بارك الله فيك. اكثر معلومه انا ضحكتني في واحد اللايف ما عقلتوش مع ياسير، واحد قال لي الادارسه كانوا فيها شي عائله الزيري ومن تما جا اسم الجزائر. هما اللي على سميت عائله الزيري تسمات الجزائر، بان الجزائري اللي كانوا في الاندلس. كان في واحد اللايف كان قال هذه المعلومه، هذه اكثر حاجه ضحكتني الصراحه. بحال ما تشعر. بحال قال لك هذا طارق الزيريين، مزيات هذه كان الزيريين كانوا من الفاطميين. هادو كانوا واحد الصنف ديال المكلخين من الفاطميين، كانوا شيعة. كانوا إذا قبل أكثر منهم عندهم. الدولة الرستومية، وجات الدولة المحمدية عندهم، وجاو الزيريين. دابا هاد الفاطمي، هذا الزيريين والرستوميين والدولة المحمدية كلهم حاكمين 126 عام. كل دولة حكمت 30 عام، واحد حكم غير 25 عام وحيدوا له راسو. كانوا شيعة كيتصارعوا بيناتهم. وفين حكموا؟ واحد حكم غامدينة في الجزائر، ديك قسنطينة، قسنطينة. ويقول لك كانوا حاكمين شمال افريقيا في عهد بنو زيرين، اللي حكموا طرف من تونس وطرف من ليبيا، وحكموا في الجزائر والمغرب، كان حتى الوهران واصل. وشحال حكم 50 عام. ويقول لك عندنا دولة، وهادو الشيعة. وهذه هي النظرة ديال الامتداد ديال الشيعة في شمال افريقيا، كيطالبوا بها. راه هذا هو اللي كيخلع المغرب. كيقول لك الشيعة راهم كانوا دخلوهم الجزائريين وغيوليو يطالبوا بهذه النظرة. كيقول لك حنا كلنا في شمال افريقيا يبغيو يحيوا حتى هما. فهمتي؟ وكيفتخروا بدولة ديال الشيعة بالكلاب، وجايبين الشيعة ويدخلوهم لهنا، يولي بقى شي اسلام، بقى شي. وعاوتاني يا كمال عاوتاني كينسبوا راسهم للزيري. قال لك زيري بن عطيه، وتعط الله دابا ماشي هبال. وشكون هو زيري بن عطيه؟ بغيت نفهم. هو البرازي بالعاطي. لاعب. لا زيري بن عطيه بن عبد الله راه مغربي، راه توفي سنه 1001. مغربي. راه من قبيله مغراوه، امازيغي من زناتة، ومؤسس ديال مدينه وجده. اكزاكتومون. كاين ليست اعداديه سميتها زيري ورا مسطين ورا مبردعين. دابا غير كيشوفوا زيري، دابا كيدخلوا زيري، خصنا ننسبوها للجزائر. اكزاكتومون. يا اختي دابا جوهره من هو- البنود. تفضلوا. دابا هو كتقول له الجزائر، ما معنى الجزائر؟ ملي كتكون جالس معاه في لايف كتهضر، كتقول له ما معنى الجزائر؟ كيقول لك مجموعه جزر سميت بالجزائر. وملي كتهضر معاه في التاريخ كيقول لك الجزائر لقبت على بنو زيري. كيقول لك الزيري، الدوله الزوريه هي الجزائر. تكلم يا اختي دابا. داك البنود اللي كنذكرهم فلسطيني، الاخ الفلسطيني من واحد البند قال لك هما كيديروا بحال كيفلتريو، كيشوفوا في التاريخ الحاجه اللي كتشير ماشي كياخذوا التاريخ كامل، كياخذوا غير شي حاجه اللي كانت مذكوره فيها، شي حاجه اللي قدرت تمسهم، وكيجيبوها على انها هذيك هي الاساس ديال. فهمتي؟ موضوع مثلا هذا الزير يقول لك صافي، ويديروا يبنيو عليها الكذبه كامل، ويقولوا هذا هو الاصل. فهمتي؟ كاين كيقلبوا على شي بلاصه فين مذكوره الجزائر ولا شي تاريخ عندهم اللي فيه شي شويه ديال الضو ويجيبوه يقول لك هذا هو الاصل. فهمتي؟ كيديروا داك كيعزلوا المعلومه، ما كياخذوش المعلومه كامله والصحيحه. هذا هو المشكل. كيديروا الاسقاط الخاطئ. فوالا هذا المشكل. انا عندي جوج المواضيع، انا سمحوا لي ونهبط. بغيت نهضر معكم بما انني كما انا في المهجر، وانا جرت في السياسير الدوله المجاوره.
الدولة الموحدية ولا المرابطية؟ السعوديه. انا انا من الأمريكية. انا من بلاد المجاهد محاوح موزياني، وخيرت. ولكن آه. مغتربة وبنت مدينة سي كمال، فاس والكل في فاس. فاس حاكم مرحبا. العالم. هاي عندنا فاس حاكم العالم وما كنبغيش نعيقوا عليكم. هذا الشيء ما كتعيقوا كان. علينا نيت بالمعقول. هاي زيد. لا انا ولد كازا لا ماشي. والو، لا والو. انا بالضبط ولد الحي محمدي وولد كريم سونطرا. وخيرت مرحبا. المغاربة تبارك الله. تفضلي. بارك الله فيك. انا عندي الاخوان كثار بزاف، انا صراحه كنسماو اخوان لان هنا الناس الجزائريين هما في المعاملات الناس عاديين. امتى كيبدا شويه التوتر وداك التشنج، انفو كندخلوا في هاد المواضيع د السياسه عاد كيبانوا، كيمكن لك تفرق بيناتهم، كيبان لك زعما الراي ديالهم وكتقدر تصبر الاهواء ديالهم. عندي واحد الاخ معايا كان هو جزائري ولكن هو اصله قبايلي، وكنا كنهضروا في هاد المواضيع هذا. انا بغيت ما عرفتش واش تقدروا تجيبوا موضوع. هو الاخ كان خدام في داك سوناتراك، شي نهار تهضروا لهم جبدوا لهم هاد سوناتراك لان السيد كان خدام في لي ريسورس هيومان، موارد البشريه ديال داك الشركه. قال لي هربت، انا سمحت في كل شيء. قال لي ما تخيليش الفلوس اللي كانوا كيدوزوا قدامي في داك الشركه ما كنعرفهمش فين كيمشيو. ولاد غير داك الجنرالات والناس اللي مستافدين. قال لي عيا ما نوصف لك، راه ما تصوريش قمه الفساد اللي كاين في داك الشركه ديال داك سوناتراك ديالهم. هي اصلا هي الشركه واقيلا الوحيده اللي عندهم في داك البلاد. قال لي سمحت زعما في داك الشيء كامل وجيت لهاد البلاد وبديت من الزيرو. ما عرفتش واش تقدر تكون عندكم معلومات على هاد القضيه ديال سوناتراك. ما كيبغيوش يجبدوها بزاف في المواضيع ديالهم هاد الشركه، حيت مخدمه بزاف ديال البشر عندهم في داك البلاد. وزعما الفساد قمه. ماشي هما بحال دابا مثلا بعض المرات كاين اللي كياخذ شويه ويحشم على راسو يخلي شويه. هما قال لي كان كياخذوا كل شيء، راه ما كيخليو حتى حاجه. راه الفلوس كتمشي كامله، داكشي ديال البترول راه كيمشي كامل، ما كيخليو حتى حاجه. والموضوع الثاني حتى هو كنت كنتحدث معاه وبدينا نهضروا، حيت هو قبايلي، نهضروا على المنطقه القبائل. بديت نقول له على اسماء القبائل ديالنا. حنا مثلا حنا في الاطلس ديالنا في نواحي خنيفره، بغيت نقول له اسماء القبائل عندهم تا هما نفس كاينين قبائل. قال لي عندنا ناس بزاف عندهم نفس الاسم ديال القبائل ديالنا. تعجبت من هذه المساله هذه. يعني راه يا اما هما ديال حنا مشينا عندهم ولا هما اللي مشاو عندنا. صراحه ما بحثتش في هذا الموضوع، في هذه القضيه دي. حنا اللي مشينا بقينا عندهم، ما كاينش مصدومين. عندنا حد نقولوا حنايا. اسم حنا اللي مشينا عندهم، حنا اللي استعمرناهم. ورا بصح راه كاينه واحد المنطقه عندهم سميتها الشاويه. صح، قبائل اي تصوابا وانت الشاويه. وحتى حتى في المغرب كاينه منطقه سميتها الشاويه، اللي هي منطقه يعني من البدو قريبه من كازا، اللي من الاصل ديالها الوالده ديالي تقريبا نفس الشيء. غير الشاويه اللي عندهم في الجزائر كيهضروا بالشلحه، حتى هما امازيغ. ودابا المشكل ديال الجزائريين انهم هما القاب. نعم. تفضل اختي. لا كمل اخويا كمل. لا تفضل مش مشكل. لا كمل ماشي مشكل. بغيت نقول لك الاسماء ديال الالقاب ديال الالقاب. مثلا عندنا تما في الجبال الاطلس قبيله ايت صوابن، قبيله ايت بومزور، قبيله مثلا انا اسم القبيله ديالنا كيسمونا امرابطن. ما عرفتش واش عندها علاقه بالمرابطون ولا لا، المهم كيسمونا امرابطن. بزاف القبائل عندهم نفس الشيء، امرابطن كيسمونا امرابطن. ما عرفتش نعرف المرابطن نورمالمون كاينين في الجنوب واقيلا، ماشي في. انا ما عنديش انا عارف عائله امراء. هذه المعلومات يمكن امراء هي اللي كاينه في الشمال بزاف، سيرتو في منطقه الريف. لا انا ماشي الشمال، ما تهضرش الشمال، تنهضر على الخنيفره والنواحي. حنا هما مجموعه ديال القبائل وكيتسموا امرابطن. امرابطن هي جايه من كلمه المرابطون. فهمتك شنو بغيتي. غير بغيت نقول لك زعما هذا الاسم هذا كاين مركز بزاف في منطقه الشمال في الريف. عرفت بحال اللاعب امرابط. المهم هذا غير كان مرابط والمرابطي، وكاين بزاف
سيرتو في تطوان. وهذا ما كان. وبغيت انا بغيت غير نشكركم الصراحه. انا كنتذكر هذه اسبوعين ما كانت عندي فكره على لا تيك توك ولا لايفات ولا دابا ولفناكم ولينا مليين بكم من منين بدا اللايف، وانا كنسمع لكم وخدمت ساليت خدمتي وجيت للدار وطيبت عشاتي وكلنا وباقي كنصنتوا عليكم. بارك الله فيكم، زعما كتفيدونا بزاف، زعما بزاف بزاف بزاف. بارك الله فيكم من هذه الناحيه زعما. ومنسينا الصراحه في هذا من هذه الناحيه. ما عرفت، كنحس بحال جالسه مع عائلتي وجالسه مجمعه مع عائلتي، ومن نفس الوقت كناخذ معلومات اللي مفيده.